اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله. النهاردة بإذن الله أنا هتكلم عن رموز شائعة جدا. رؤية الثعبان أو الثعبان في المنام. أنا بشوفها من الرؤى الشائعة واللي هي فيها رموز قوية جدا يعني. فبإذن الله تعالى ربنا ييسر الأمر ويفتح علينا ونفيدكم يعني قدر المستطاع، ولكن فضلا منكم تعمل متابعة أو اشتراك في القناة يعني، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أي فيديو أنا بنزله. وما تنساش تكتب الصلاة على رسول الله بأي صيغة تعجبك في التعليقات. هتكلم بقى عن الرموز القوية أو بعض الرموز المهمة اللي هي الشائعة في رؤية الثعبان في المنام. عامة على العموم يعني هي رؤية التعبان في المنام بتدل على العدو، يعني الغالب بتاعها ان هو بترمز لعدو. هنبدأ في بعض الرموز بتاعتها يعني مثلا الثعبان في الغالب يرمز إلى عدو بقدر حجمه وسخونة سمه. يعني انت التعبان كل ما كان كبير كل ما كان بيرمز لك لشيء أقوى أو لحاجة عدو أكتر يعني. ولكن كل اللي انا هقوله ده حسب رؤيتك الحلم، بيتفسر على حالتك الاجتماعية وبيبقى فيه حاجات واشياء كتير كده يعني. طيب التعبان احيانا بيشير الى شخص يجر الرائي الى معصية او بدعة. احيانا اذا رأيت صديق ليك على هيئة ثعبان، فربما صديقك ده يعني بيسحبك لشيء مش الافضل او شيء اللي هو يعني يغضب الله مثلا يعني. والشيء التاني احيانا لان الرؤى دي اتبعتت لي على الرسايل، اذا رأيت احد من اهل منزلك او من اقاربك يعني يتمثل فيه ثعبان. يعني احيانا حد بيجيله ان هو حد من اهل بيته ايا كان الحد ده مين يتمثل في ثعبان، فربما بيكون ده بيشير لك لعداوة من احد الاقارب، والله اعلى واعلم يعني. وفي رمز تاني إذا رأيت أن الثعبان يدخل ويخرج إلى منزلك، يعني يدخل البيت عندك ويخرج بسلاسة وبسهولة وبيطلع وقت ما هو عايز ويدخل وقت ما هو عايز، فربما دوت جار سيء أو حد من المحيطين بيك، ربما يكون يعني مش الأفضل في حياتك، والله أعلى وأعلم. ويعني إن أنت تاخد الحذر منه يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعندك برضو رؤية الثعبان تاني. انا برضو يعني ايه يعني ربنا يفتحها علينا ان شاء الله ونقدر نوصل لكم يعني قدر المستطاع. اذا رأيت انك تقتل الثعبان دي معروفة انها انتصار ليك بفضل الله، وربنا ييسر لك امرك في شيء. يعني لو انت انتصرت على الثعبان فانت ربما كنت بتعاني من شيء وربنا ييسر لك امرك وربنا بشرك بالرؤية دي. وفي هنا احيانا برضو من ربما انا بشوفها من الرؤى التحذيرية لدغة الثعبان، لان لدغة الثعبان دي او قرصة الثعبان دي ربما بتشير الى ان العدو بيتمكن منك او حد بيعمل لك ضرر، والضرر ده هيصيبك لفترة. وحاجة تانية برضو لو انت رأيت ثعبان ولكن الثعبان ده بيحاول يهرب منك، هرب منك، جري منك، خاف منك، فده يعني والله أعلى وأعلم يعني بيدل على عدو ضعيف ملوش قيمة، مهما يحاول يأذيك فربنا حميك منه يعني. وفي بعض الأشياء أخرى يعني مثلا ممكن إنسان يقولك أنا حلمت إن أنا أتحدث مع ثعبان، فربما الحلم ده يعبر عن نيل خير أو مال من جهة عدو أو مصلحة شخص من أخصامك. يعني إذا أنت كنت بتتكلم مع ثعبان أو حلمت إن أنت بتتكلم مع الثعبان، فربما ده شيء عظيم ليك أو إن أنت هتنول منفعة من العدو. يعني زي بيقولك إيه، جه يأذيك فأنت ربنا نجاك بالأذى بتاعه دوت وطلع لك يعني مصلحة أو خير من الأذى ده، والله أعلى وأعلم يعني. وطبعا التعبان بيتفسر حسب حجمه، حسب لونه، حسب حالة الرائي، هكذا يعني. فأنا يعني مش عاوز أشغل دماغ اللي بيسمعني، ولكن رؤية الثعبان دي ليها رؤى كثيرة جدا 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 جدا.
ولكن هي في الغالب ومعظمها بيكون تحذير ليك ويكون تنبيه ليك، والله أعلى وأعلم يعني. عايز أقول لكم على كام حاجة من الكتاب والسنة برضو اللي هو بتؤكد على الكلام دوت يعني. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم ذكرني، اللهم ذكرني. يعني مثلا الأحاديث الشريفة بتؤكد إن التعبان دوت من المؤذيات وهكذا يعني، والحيات في اليقظة وكده يعني. يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات لحماية النفس، مما يؤكد أنها رمز للأذى والشر يعني. قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات. الرسول قال اقتلوا الحيات. وفي حديث تاني بيقول لك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أنواع الحيات بأنها جن أو تتبع الشيطان. وفي الحديث أن لهذا البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا قاتلتوه. يعني إن حركت عليه 3 مرات يعني أنت في حالك وأنا في حالي هكذا يعني. إن ما قطعش الأمر فهو يعني شيطان كافر أو شيء كافر، يعني عليك بالقتل لأنه كده بيأذيك. الحديث ده في مسلم. فاللي أنا عايز أوصله ليكم إن معظم رؤى الثعبان بتكون تحذيرية إنك أنت تنتبه، ولكن حسب حجم الثعبان، حسب هو كان بيجري وراك، حسب أنت كنت بتنتصر عليه عشان محدش يقلق من الرؤية. ولكن ربما بيكون ربنا باعت لك إن هو شيء يحذرك ينبهك من الناس المحيطين بيك، من الناس اللي في العمل، من بعض الأشياء الكثيرة. أنا ربنا يعني أنا أتمنى إن أنا أكون وصلت أقوى رموز في رؤية الثعبان، والله الموفق بإذن الله تعالى.